وجهة نظر التي ليست لها اي قيمة على الاطلاق. انا شايف ايه؟ تعال عليا مش بظهرك بوشك. انا شايف ايه؟ شايف ان اداره الزمالك هتشيل الليل معتمد جمال وممكن تمشيه، ولكن معتمد جمال قسما بالله بلا شكل وكيان للفريق. بص، ما حدش يقدر يختلف على ان نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت احنا ما كناش ضامنين ان هو يبقى من الثلاثه اللي فوق، ما كناش ضامنين ان هو يوصل نهائي كونفدراليه، ما كناش ضامنين اي حاجه، كل حاجه كانت على الله. الزمالك ايه اللي هينافس الاهلي والزمالك بيراميدز؟ الزمالك ممكن ينافس على المركز الثالث. فلما الزمالك وصل للمركز الاول، لما الزمالك وصل نهائي الكونفدراليه، حصلت معاه كميه حوارات ما ينفعش تنسوها في الكاس. لما يلعب ماتش بعد ماتش كايزر تشيفز، يلعب ماتشين بعد يومين، قصدي يلعب ماتشين. فالموضوع يا جدعان كان مستفز، اللي هو سيراميكا غلبتك في الكاس بسبب الاجهاد البدني اللي عند اللعيبه، وكانت لعبه ماتش صعب. فالاشكال الزمالك كان منافس على 3 بطولات، طلع من ماتش الكاس بطريقه مستفزه انا ما احبهاش. نهائي السوبر الافريقي معتمد جمال كان خواب زياده عن اللزوم. فاضل بطوله الدوري. الزمالك لحد الان انا شايف ان هو كويس، بس الزمالك لو اتغلب قدامه حل. مش والله انا مش عشان لابس التيشيرت ده، انا محايد. قدامه حل، لو اتغلب يروح يلعب كونفدراليه، ممكن ياخد الفلوس يروح يدفع الديون السنه الجايه. انما لو كسب مثلا يكسب الزمالك، مش هيشارك في افريقيا عشان معهوش فلوس. ما هو مش هيدفع، مش هيسدد منين 4 مليون